اتفقنا. بنعيشها واحنا نسعاش. نطلب الاسماء عندي بتوه معلش. ماله يا جماعه الشاي بتاعها؟ انا لما بتف الاكل انتوا بتزعلوا. انا جعانه. رمضان دايما بيجمعنا حوالين الطبلية، أكل وضحك وحكايات، وعشان كده قررنا نجمعكم مع ضيوفنا نحكي عن مشوارهم المهني، قراراتهم، نجاحاتهم، وحتى أصعب لحظاتهم. جاهزين نبدأ ونتعرف على ضيف حلقتنا النهاردة؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من كارير على الطبليه. مبسوطين إنك معانا، أنا وإن شاء كمان. الله يبقى وقت كويس. ان شاء الله. كل سنة وأنت طيب. انت طيبه. بتحبي الشاي؟ بحبه جدا، لسه شاربه من شويه. يعني عايزة أقولك إن أنت أول حد مثلا يجي يقول أنا بحب الشاي، بس أنا مش هقولك بقى الآراء اللي بتتقال على الشاي بتاعي، فأنا عايزاكي أنت إيه؟ هو ده عليه سكر، بشربه ريسنتلي، بس بشربه من غير سكر. بجد أنا كمان كده، بس حطيت عشانك، لا حلو. بس حلو. حتى خد هشربه. صغير اشربه يعني أشربه. قليل جدا. كفايه الاجواء الرمضانيه اللي انت عاملاها لنا. كل سنة وأنت طيب. وانت طيبه وكل سنه وانتوا طيبين. طب دوقي الشاي بقى قولي لي رأيك. ماشي. مش هزعل على فكرة، عادي. لا هقول لك بصراحه، والله حلو. والله العظيم حلو. معرفتش أقول ماله يا زيك. جماعه الشاي بتاعها؟ شكرا والله. احنا قاعدين بقى فهنشربه طول طب كويس، أنا قاعدة، مالية البراد عامة. اه طب كويس. معاك. طب غير إنك كونتنت كريتور وهوست وسبيكر، بتحبي الناس تعرفك تاني بإيه؟ بصي، في كل حاجه من دول او في اي حاجه عامه بعملها بحب الناس تعرفني دايما بالامباكت او التاثير. نخش على أول فقرة. يلا بينا. هقول لك حاجات وانتي قولي لي أول مرة في كل حاجة. يلا. أول شغلانة اشتغلتيها. اول شغلانه اشتغلتها كنت موديل، ابتديت كموديل كان عندي 14 سنه وكنت ياه. محجبه. كانت دي اول شغلانه اشتغلتها. وبعدها بقى اشتغلت انترفيور، واشتغلت في ماجازينز، واشتغلت كانفلونسر. كان لسه بقى انستغرام في بدايته، يعني كانفلونسر كان عندي بتاع 1000 فولور وقتها، ده كان اوف يعني. كان عندي بتاع 1000 فولور وكنت بشتغل بقى مع براندز كتيره قوي. وبعد كده عملت كونكشنز ونتورك، واشتغلت بقى في البي ار والكونتنت وبس. بقى من هنا بقى على فكرة 1000 فولور ده رقم يعني. وقتها كان ما هو اصلا اللي على انستغرام كانوا 2000، فاهمه؟ اللي كان عندهم انستغرام وقتها كانوا 2000 فانت فولور. واخدة 50% الناس. وانا بشتغل بقى مع ايكيا ومع ميك اب مع براندز ما اعرفش ايه ومع ايه، والحمد لله يعني وقتها كنت كده وبس. طب أول فلوس عملتيها؟ اول فلوس ولا اول سالري؟ يعني يعني هقول لك. قولي لي. انا اول زي ما قلت لك انا ابتديت كموديل. فانا اول فوتو شوت عملتها كانت هي ساعة، كانت الساعة ال1 اور ب500 جنيه، فهي دي كانت أول فلوس عملتها. أول سالري فيكست سالري عملت شهري، كان دخل ثابت بيدخلي كل شهر، كان 4000 جنيه. كان من شغلانة إيه بقى؟ كنت بشتغل بيرسونال اسيستنت لبابليك فيجر يعني على بجد؟ السوشيال ميديا. طب ده تحفة على فكرة. بقول لك بقى مين بعد ما ماشي خلاص، أنا هموت وأعرف بصراحة. آه. ممكن أقول لكم بس اكتبوا لي في الكومنت يعني الجس، وأنتوا لو صح هعمل كده ولو غلط هعمل كده. طب أول فيديو حسيتي إن أنت مبسوطة فعلا وأنت بتعمليه؟ كان اعلان، ما كنتش يعني اعلان، وكنت واخده فيه بجد رقم عبيط قوي، ولسه اصلا وقابلت اصلا البراند اللي انا عملت لها الاعلان دي في ايفنت من الايفنتس من قريب، وقعدوا يقولوا لي بتقول انت الفيديو ده اتوينت فايرال. انا عملته اللي هو بكل حب، وطلعت فيه كل الكرياتيفيتي بتاعتي، وعملته وكنت برضو على طبيعتي قوي وكده. فالفيديو ده وانا ما كنتش عامله حسابي خالص ان هو هيجو فايرال يعني. من ساعتها بقى وانا بقيت بانجوي قوي ان انا اعمل كونتنت يعني عن. طب فاكرة أول هيت كومنت؟ بصي ما بقراش الحمد بجد؟ لله. لا الحمد لله يعني حتى لما بقراهم بدخل ابص اشوف كده الناس بتقول ايه وبتاع، دماغي ما بتحفظ يعني، ما بتأثر يعني. الحمد لله ما بتأثرش يعني. انا بحاول ان انا اخد الكويس من السوشيال ميديا. طب فاكرة أول مصيبة عملتيها في شغل كنت عملتي يا رب ما حد يشوفها غيري؟ يا لهوي. انا عملت كمية مصايب في الاول يعني. لا يا رب ما حد يشوفها ايه ده. انا كنت بعمل مصايب وكانت بتتعرف في ثانيه يعني، فاهمه؟ لحظتها على طول. لا على طول يعني. ابقى مثلا بدي الناس مواعيد غلط يعني، يبقى الميعاد يوم الثلاث واديه لهم يوم الاحد. ترانزاكشنز بقى، لا مصايب. نهار اسود ومنيل. اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب، مش هيجي على مقاسي. يا نهار اسود ومنيل. فلوس كامله هتحول غلط. بصي دايما اول اي حاجه بعملها لو قصده ان انا عارفه، ببقى من كتر ما انا عايزه اتعلم ومن كتر ما هي بتنجح بعد كده، دايما بعك جامد في الاول يعني، بطلع كله في الاول، بعد كده خلاص كله بيمشي تمام.
حلوة يا ولا، ايه ده؟ ايه ده؟ ثبتني، صدقتك واقتنعت. هايل هايل والله. فبس لأ مصايب يا نهار أبيض! أنا ممكن نعمل حلقة كاملة عن المصايب بس يعني. محتاجة وقت عادي يعني، ده الطبيعي، إمم. بتاخدي وقت بس once إنِّك عرفتِ الحاجة خلاص أنتِ ضبطتِ الدنيا فيها، دي أهم حاجة. طب فاكرة أول لحظة بالفشل اللي هو قُلتِ لأ، بجد الموضوع ده كده صعب؟ كنت باشتغل مع حد يعني ورُحت بُصّي كانت دي أول شغلانة full time ليّا، قُلت لها: "لأ بُصّي أنا أكتر من كده هاخلّص عليكِ أنا مش أنا فاكرة مديرتي والله قالت لي: "إيه اللي أنتِ بُصّي على اللي أنتِ والله ما زي الفل وأنا أهو مش ماله. باتكسف عيّطتني، دخلت حمام قعدت يا أعيّط حبيبتي. والله العظيم. لا، 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 دخلت حمام قعدت أعيّط وهي ما اتهزّتش، اتفرّجي بقى. ما اتهز أنا بُصّي أنا باموت فيها، أنا باموت فيها لحد النهارده بُصّي باموت فيها، أنا شخص loyal عامةً، واللي يعلّمني حاجة ويأثّر في حياتي ويبقى سبب ولو صغير في حاجات أنا باوصل لها عمري ما ما أنساه تنسيه. خالص. مستعدة للفقرة الجاية؟ متحمسة جدًا. دلوقتي هاسألِك أسئلة، أهم حاجة مش عايزاكِ تفكّري، يالّا. corporate والّا freelancing؟ freelancing بالنسبة لي، بس كل واحد المفروض يختار هو اللي يليق على شخصيته. كنت هاسألِك طبعًا دخل ثابت والّا hustle كل شهر، بس خلاص أنتِ يعتبر كده قُلتِ. يعني أنا باحب أضمن لنفسي دخل ثابت من الfreelancing يعني أنا هذه أوكي. الشخصية. أنا عامةً حد عارفة I'm a butterfly أنا باحب أجرّب حاجات كتيرة، ويعني as long as إن هي مدروسة وأنا جرّبتها للآخر كلمة مدروسة دي معلّقة معاكِ. معاكِ صح؟ آه. بس وأنا باحب عامةً أدّي أي حاجة سَنة، ما ادّيش حاجة أكتر من أوكي. سَنة. سَنة وقت على فكرة حلو. وقت حلو جدًا، نجحت، فشلت، فنخش على اللي بعده. ده أنتِ ما بتشوفيش trends بتاعة Gen Z اللي هو بصّوا لي بجنب عينيّا فسِبت الشغل بعدها اشتغلت. بيومين، طب ليه؟ إزاي؟ باقعد مع صحابي على فكرة، لإن أنا عندي 22 سَنة، فباقعد مع صحابي، فأنتِ مكمّلة في الشغل إزاي؟ أقول لهم والله ده أنا حصل معايا كذا وحصل معايا كذا، إيه ده؟ لا، لأ، أنا سِبت الشغل بعد أسبوع، ليه؟ ده أنتِ كده ما اسموش شغل، أنتِ حتى كنتِ أيوه. بتفكّري تجرّبي. أصل أنا لسه هاجرّب وأضيّع من وقتي، لأ أنا باحب أتحرّك بسرعة، إزاي؟ أنا ما أعرفش أبدًا أسيب شغل، يعني أنا كنت في شغل قبل هنا، كانت corporate كبيرة أوي وكل حاجة، بس ما قدرتش أسيب الشغل لمّا حسيت إن أنا هنا مبسوطة ومرتاحة وباخد satisfied وكل الحاجات اللي أنا عايزاها موجودة ومش عارفة إيه، إزاي يا جماعة بتقدروا كده تقولوا سلام من غير ما نشوف الstep الجاية يعني أيوه. ليه؟ أيوه، ما لا، لأ، أقدرش أعمل دي بصراحة. باشوف ده بس لأ برافو عليكِ، ما هو دي مسؤولية، أنا باحس أنتِ كده بصراحة. مسؤولة، شخص مسؤول. يعني ممكن. ما هو مش لازم يعني نبقى بنجري على عيالنا عشان فاهمة، مش لازم نبقى بنجري على بالضبط. العيال عشان بالضبط كده. يعني ما نسيبش شغل هو في حاجة اسمها إن أنا بافرّق ما بين إنه أنا زهقانة من الشغل عشان روتين، عشان موقف مش لذيذ حصل أو كده which is طبيعي أو stress فترة stressful أو حاجة، في فرق بين إن أنا باحب الشغلانة دي، بس لأ أنا راجل في شغلانتي يعني، فاهمة؟ صح. بصراحة إمم. باحس إنها commitment يا تبقي يعني شخص committed وقد المسؤولية اللي تاخديها، يا إما خلاص بعد كده لو اتعودتِ إن أنتِ تسيبي كل حاجة من صح. أول مرّة عمرِك ما هتكمّلي في صح. حاجة. صح. طب صوبيا والّا تمر؟ آآ تمر. ماشي، طب بُصّي أنا هاسألِك سؤال هو بالنسبة لي مهم بطريقة مش عادية، سمبوسة والّا سمبوسك؟ سمبوسك. ليه بتقول ليه؟ بُصّي هاقول لِك حاجة، قولي لي. أنا كنت باقولها سمبوسة ماشي. لحد لمّا كبرت لقيت البيت بيقولوا سمبوسك، بس أنا وأنا صغيرة كنت طفلة بريئة، سمبوسة. أيوه شُفتِ؟ الفطرة هي الصح، آه. سموسة. آه. ممكن تغيّري رأيك؟ ما عنديش مشكلة flexible بجد؟ يعني والله طب flexible. أنا كده انتصرت. سمبوسة عشان خاطر ريهام. الحمد لله، أنا بجد بالنسبة لي سمبوسة يعني إيه سمبوسك؟ ليه يعني ليه أيوه. المجهود ده يا جماعة؟ أيوه. بصراحة سمبوسة. بقيت أحس مثلًا إن سمبوسك خلاص هو الprofessional name بتاع الصنف فيعني ماشي. سمبوسك يعني ممكن خلاص تتكتب في المنيو بس نقولها سمبوسة يعني. عادي جدًا تتكتب في ماشي. المنيو ويقولوها في البيت وإحنا نقولها سمبوسة عادي. خلاص ماشي، أنا مش هازعّل البيت برضه يعني، تمام سمبوسك كويسة ما وإحنا اقدرش مش هنزعّل نتكلم. ريهام برضه. ماشي خلاص إحنا في النُص. طيب لو كل شهر تسافري وتقعدي في مكان جديد والّا يبقى ليكِ بيت واحد وما تتخرّجيش منه أبدًا؟ لأ كل شهر أسافر أقعد في مكان جديد. بجد؟ والله. وهتستحملي إن أنتِ ما يبقاش ليكِ بيت ترجعي له؟ عادي. طب content viral وhate كتير والّا content stable بس ناس كويسة هم دول اللي أنتِ عارفاهم بيحبوكِ؟ سؤال صعب أوي. content viral والّا hate كتير؟ لأ بُصّي أنا أحب يعني هاقول لِك حاجة، أنا في فترة معيّنة بس ده صعب أوي، كنت عاملة الbalance ما بين إن الcontent viral ويبقى في hate بس في نفس الوقت controllable يعني عارفة اللي هو أنا ده يعني أي حد عنده hate بيunfollow بسرعة، ما ماشي. بيفضلش غير الكويسين، يعني دايمًا عندي ناس فاهمة شبهي.
فانا مش عايزه ابقى دبلوماسيه واقول لك الرد اللي هو بتاع لو عدد فولورز كويس بس كومنتس كوميونتي لذيذ وراقي وبتاع. لا انا عادي، انا احب قوي ان الكونتنت بتاعي فايرل وانا اختار مين يبقى على البلاتفورم بتاعي. اوكي فاهمة؟ هتكنترول يعني الموضوع. اه طب تحبي تكسبيرينس كل مره حاجه جديده ولا لا احب الاستابيليتي وابقى كومفورت زون؟ لا بحب الاستابيليتي، بس بحب الاستابيليتي في الاساسيات، بس احب قوي ان انا اطلع بره الكومفورت زون، احب اجرب حاجات جديده. طبعا. اوكي طب سالري كبير بشغل ممل بس سالري كبير بجد تقبضي بالدولار، ولا سالري عادي بس شغل بتحبيه قوي؟ على اللونج تيرم للاسف على اللونج تيرم دايما اللي بيكسب سالري قليل. ايه ده بجد؟ انا لما قلت لونج تيرم حسيت ان انت هتختاري فلوس كتير. على اللونج تيرم ما بعرفش اختار، يعني ممكن اقعد، يعني ممكن لشورت تيرم، يعني شورت تيرم غصب عن كلاينتس يغريني انه بفلوس فنبقى مع بعض بس الموضوع بيبقى خلاص ممل، مش عارفه اوصل، يعني مش عارفين خلاص نكبر مع بعض. وانا زي ما بقول لك انا بدي الحاجه عارفه سنه سنتين 3 بالكتير قوي، يعني اطول حاجه اشتغلت فيها كانت 3 سنين. اطول حاجه. لو المكان بيكبر ديفينتلي هقعد بصي سنين، ده احب ما على قلبي. بس للاسف دايما ما اعرفش ليه اللونج تيرم، انا برضو لسه يعني ما عنديش يعني اللي هو فاهمه انا 7-8 سنين شغل يعني. بس يعني ما اعرفش دايما ليه سو فار اللي بيظبط معايا انه 4 سنين، يعني فاهمه ماكسيمم 4 سنين وخلاص. ماكسيمم 3 سنين 4 سنين كتير قوي يعني. هو اصلا لو 3 سنين وخدتي بالدولار حاسه تمام، تحوشيهم بقى بعد كده نشوف شغلانه تانيه. بالظبط حلو ده والله. يعني فدايما بتاند اب على سالري صغير بس شغل حلو قوي بجد. طب كواليتي كونتنت تحفه ولا كوانتيتي؟ كواليتي كونتنت تحفه بجد. طبعا. ليتلي يعني زمان كنت كوانتيتي اكتر، كنت بحشي وكان عندي وقت اكتر ان انا اعمل كونتنت كتير فايرال كوانتيتي، بس دلوقتي بقيت اكتر كواليتي. طب انستجرام ولا تيك توك؟ انستجرام. انا عارفه ان انت بتحبي انستجرام وحاسه على فكره مور اوف يور بيرسوناليتي برضه. بجد؟ ما اعرفش ليه بحس تيك توك ان احنا هنطلع كده من البيت مش فارق معانا مين شايف بيقول ايه والكلام مش مهم خالص، بس بس انت حاجات تقوليها مهمه، فانا محتاجه اكون انستجرام كده وشكلي انستجرام موت. انا اصلا لا، انا حتى كيوزر يعني بتحبي ساعات ما بفتحش تيك توك للاسف بجد خالص. ده اللي قلت لي يعني ما بفتحش تيك توك قوي. طب شهرة ولا فلوس بجد؟ فلوس. شاطره. حاسه ان انا لو عندي فلوس كتير اصلا كتير اللي هو مش بتكلم في ارقام عاديه، فلوس الناس هتعرفني يعني هيبقوا اكيد مهتمين جابت الفلوس منين. ايوه. يلا بينا الفقره الجايه. يلا بينا. سنس ان انت بتحبي تكريتي وتفتكري تبداي افكار، لو الكارير بتاعك الاكسبيرينس كلها هتكون اغنيه رمضانيه هيكون الثيم بتاعها عامل ازاي؟ من اعلان قبل كده يعني؟ براحتك بقى. بصي هبتدي لك من زمان. ماشي. هتكون عارفه الاعلان اللي هو بتاع كوكا كولا بتاع نانسي عجرم اللي هو ايه الدنيا حلوه واحلى سنين بنعيشها واحنا ناس عاشقين. هو بصي ده فاهمه الفايب بتاعتي طول الوقت. بعيدا عن الناس. على حته كده اللي هو الاعلان بتاع بنك مصر اللي هو تقدر تعمل اي حاجه ولا يهمك، عارفه؟ ايوه. متخيله صوتك بقى على فكره فويس اوفر كده من ورا، والله تبقي رايقه جدا. ماشي كده على ايوه في لحظه عايزه اللي يعدل ميلك لا ده فظيع. صح. بس في حياتنا ناس هم ليه؟ لانه انا بجد grateful قوي ل my very very close small circle. انا عندي صحاب كتير قوي وعندي معارف كتير قوي 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 الحمد لله، بس عندي دايره صغيره قوي 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 هي دي اللي فاهمه السبورت اللي هو اهلي وعيلتي وفاهمه وبيتي وكده يعني. فانت اعلانك يعني هم والتحديات وبعد كده بقى اللوفر جيرل ايرا اللي هو الحياه حلوه او كده. طب هتكوني بتعملي فيه سينز مختلفه يعني بقى تبداي مثلا بيانج باتول وهي بتعمل حاجه ولا وبعد كده عدت بقى بتيرنينج بوينت ولا هتمشيه ازاي؟ حاسه ان انا هبقى انا وانا كبيره وانا قدامي وانا صغيره، عارفه؟ اوكي. وقاعده بتقولي لها نصيحه. قاعده بقى بغني لها، يعني بغني لها اغنيه على فيها من الفايب ال3 اغاني اللي قلتهم لك دول مع بعض، بس متفصله بقى على اللي احنا عدينا بيه. اوكي حلوه دي. طب لو في سبونسر عايز ينفذ الاعلان واحنا على فكره هنحفظ الحقوق الشرعيه للاعلان، ما حدش يسرق الفكره خلاص يا بتقول احنا رمضان الجاي رمضان ده هننفذ الفكره. اتفقنا يلا بينا. الفقره الجايه هنلعب لعبه صغيره. هديكي الكارds دول
ماشي وهسالك اسئله يلا بينا وانتي قولي لي ده جرين فلاج ولا ريد فلاج. يلا بينا. الكلاينت اللي بتحشر في كل التفاصيل. اللي بيتحشر قوي في كل التفاصيل. يعني انا مش زي بقيه الناس، يعني انا مش ما بتضايقش من ان الكلاينت يتدخل كتير. بالعكس انا برو جدا ان هو يحط دايما الانبوت بتاعه، لانه محدش هيحب البيزنس بتاعه. يعني انا مش هحب البيزنس بتاعه قد ما هو يحب البيزنس صح. بتاعه. خلينا بس الستيت فاكتس بس. فانا برو بس بزياده بس ساعات الافوار ما بتبقاش لذيذه. طب اللي بيقلد الافكار لدرجه يعني اي فكره فايرل يقلدها خالص. طب اللي بيمشي ورا اي ترند. اكيد برضو لا. يعني انا مع ان احنا نعمل ترندز بس نختار الترندز. يعني نختار الترندز اللي احنا بننفذها، مش اي ترند ينفع معايا كبتول، فاهمه؟ يعني انا مش ضد خالص احنا نعمل ترندز، بس مش اي ترند وخلاص. مظبوط. طب اللي بيقبل اي ديل عشان فلوسه حلوه. هو ليه كل حاجات ريد فلاج كده؟ كلها ممكن يكون شخص بصراحه ريد فلاج برضه. ما يعني فاهمه نون نيجوشن عشان. طب الشخص بقى اللي بيختار قوي لدرجه ان تلاقيه كل فين وفين بيشتغل. ده بالنسبه لي جرين فلاج بجد. والله ده بالنسبه لي جرين فلاج. عشان لو انا فاهمه السؤال صح، ده بيعمل بوزيشننج للشخص او للبزنس او كده. بالعكس انا شخص مع عدم الظهور الكتير، مع ان انا اختار انا بظهر فين. انا مش مع الانتشار بالزياده، فاهمه؟ ده بيحرق يعني. اوكي. طب اللي بيبوست كل يوم من غير فكره. بصي مش ريد ومش جرين. يعني هو في ناس هو الاستراتيجي بتاعته كده، هو بيبوست كل يوم. هو من غير فكره وبيودي جدا. يعني تبصي تلاقي مع الوقت الناس بتتفرج وعندنا اكزامبلز كتير قوي ناس متعلقه بيها، يعني بتبوست كل يوم من غير فكره. وانا نفسي بحبهم جدا جدا، فاهمه؟ يعني انا في فلوجز معينه بستناها اللي هو اطمن بقى الحياه مشيت ازاي فاهمه؟ سواء يعني businesses او personal brands او شخصيات يعني احنا عارفينها وبنحبها. فدي بالنسبه لي يعني ولا ريد ولا هو دي استراتيجي اكاونت، فاهمه؟ اوكي. اصل الحته دي فعلا بحسها دايما نيجوشيبل، عشان ناس كتير قوي تقول لك خليك كونسيستنت حتى لو مش عارفه تقول ايه، بس الناس تتعود على شكلك. ايوه. وناس تانية تقول لك لا اظهر الوقت المناسب انك تظهر فيه. بحس ممكن ميكس بين الاثنين. في ناس على فكره اصلا البوستنج بالنسبه لها هي بتصحى مبسوطه ان هي تعمل بوست النهارده وهتتكلم وهتقول. طب الكلاينت اللي بيبعت اديت في اخر لحظه. بصي مش عارفه انا من كتر ما اتعودت على الحاجات دي بقت عادي بالنسبه لي ولا ايه، بس يعني ما افضلش، بس it happens. فتمام يعني. والله يعني على فكره انت انا شخص تتقبلي متفهم. شخص متفهم عامه. طب اللي دايما كل الريفيوز بتاعته حلوه، يعني كل حاجه جربها تحفه خطيره جميله. مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. انا برضه بحس كده. مفيش حاجه اسمها كده في الحياه. طب اللي بيجي في عزومه الفطار دايما على المغرب بالظبط. لا عادي بجد، لانه دول مش اللي بتعملي كده. ده انا عشان كده جرين خلاص ماشي. طب الشخص ده بقى في رمضان اوف مود، ما انا ما بشتغلش، كل حاجه عنده بعد العيد. اوعي تقولي ده انا. لا مش انا، بس بحس ان هو فترات قوي، لان اصل رمضان بيجري. بس بحس ان يعني انا بيعدي عليا اسبوع كده في رمضان بيبقى كده. يعني اول اسبوع دايما صح. بيبقى كده، فاهمه؟ على ما بفوق بقى فاهمه بيبقى خلاص ده اخر تاني اسبوع تالت اسبوع كده على ما بفوق. بس بحس ان الناس كلها كده بتبقى اللي هو بعد العيد، لان هو رمضان فعلا بيجري. فمش بحس ان دي ريد او جرين فلاج على قد ما هي يعني هو يعني انا مثلا الحاجات اللي كنت بفكر فيها انه انا كنت ببلان ان انا عايزه رمضان السنه دي اجازه، عايزاه ريتريت، يعني عايزه ده اجازه. في ناس بقى مش اجازه بس بالنسبه لها حاضر من عندي قبل العندي واخلصها لك بعد رمضان. لا رد، يعني رد بصراحه بالنسبه لي برضه يعني ستيت اوت ان انت عايزه اجازه. انا اي وود ريسبكت ده وهديكي وقتك عادي جدا. بس تقولي لي بقى اصل انا مش اجازه والاقي كل حاجه متاخره، طب ليه وشغل انا؟ طيب صح بصراحه صح. طب الشخص بقى اللي على طول متعصب في رمضان اصل انا ما خدتش الدوز بتاعه الكافيين بتاعتي. دول بقى اللي هم مدمنين الكافيين والسجاير. ناموا يعني لحد الفطار يا جماعه. ده بالنسبه لي ريد فلاج بيرفرف. انا بقى في حاجه عايزه اضيفها ريد فلاج من عندي. اي حد بيقول سمبوسك يا جماعه عشان الموضوع مؤثر فيا نفسيا جدا. ريهان احنا قفلنا الموضوع من ربع ساعه. ريهان بعد ربع ساعه سمبوسك لا سمبوسه ايوه كده صح سمبوسه. طب اللي بيكنسل ايفنت وانت مثلا سبيكر وحاجزه بقى وقت وكده، انا اظن في اخر عمري ما اشتغل معاهم تاني بجد. لا خلاص كده. اي حد بيكنسل باقي لاست مينت ده عمري ما اشتغل معاه تاني. اوكي. طب اللي بيجي لك بقى عشان يعني تلحقيه لاست مينت، لو في مقدرتي الحقه لاست مينت بلحق بجد. انا عارفه دي بصراحه.
بس هي برضه رخمه عشان انت بقى ممكن يكون عندك وقت مش عارفه بالظبط، ايه هي دي بتاع. الفكرة. هي مش حاجة، بس هو فعلا الفكرة لو أنا عندي حاجة في الوقت ده، لو أنا مسافرة أو كده بتبقاش ألذ حاجة، بس لو في مقدرتي إن أنا أساعد definitely بساعد. بصراحه حقك، انت عارفة يعني. انا عارفه دي بصراحه. بس انا بس ببقى شايله همك مثلا لو هو، طب لو حد بعت لك في اخر وقت وانت عندك بلان تانية، ما انت ما هي برضه قصه. طب ليه ليه هي بس بتوتر كده. حقيقة بس از لونج از انت عشان بتعرفي تمانجي انت قد ما بقدر. يعني بتمالتي مانج، فانا ممكن ابقى هنا واخلص واجي لكم بسرعه ربع ساعه على وقت الطريق بالظبط. بالظبط. بس دي بتيجي عليكي في الاخر انت. ما هو انا لو زي ما بقولك، لو انا عارفه ان هي هتيجي عليا وانا هبقى تمام، يعني مش ضراني قوي للدرجه، وانا هساعد بجد بساعد. لكن لو مش هعرف اساعد لا. ولو حد كنسل على اخر لحظه دي غصب عني، مش او هقولك حاجه يعني، على حسب برضو الحاجه اللي خلت الكانسليشن. بس انا لو مفيش عندي حاجه يعني واضحه، بدي برايورتايز المكان والشخص والانتيتي بقى، لانه خلاص احنا في اخر يعني دي اوحش حاجه ممكن تحصل، فاهمه؟ لحد اللي هو ان انا ابقى لاغيه حاجات وعامله حسابي وحاطه برايورتي ان انا النهارده في المكان الفلاني او مع الشخص الفلاني، بعدين الشخص ده يجي يلغي قبلها على طول، ما فيش بالي لاست مينت، فمن صعبه ومن غير فاهمه كده، فبتخليني شويه احط الشخص في حته ثانيه يعني، او الباند في حته ثانيه. بس طب انا دلوقتي دي حاجه تانية اسالها لك، واكيد تعرضت لها، اللي عايزين يبقوا صحابك علشان انتي يلا نعمل كونتنت مع بعض، يعني احنا صحاب علشان الفلوج او القصه او كده، بتعديها بالنسبه لك تمام يلا عشان ده شغلهم في شغلهم، ولا بالنسبه لك كريت فلاج وما تقدريش تقعدي في السيركل دي؟ بصي انا في الموضوع انا الصراحه موديه شويه يعني، على حسب يعني. لو انا النهارده عندي يعني، انا اصلا it takes so much time and energy for me to create content for myself، فانا هشوف بقى لو انا الشخص ده انا في مود النهارده ان احنا ان انا هضيف. لو انا مش في مود النهارده، او ان انا مش ما عنديش وقت او طاقه ان انا اضيف، ما يعني مش هتستحملي، مش هقدر. مش هقدر. طب اللي بيستخدم الكونتنت علشان ياخد سبيشال تريتمنت، او ان هو انفلونسر عشان ياخد سبيشال تريتمنت، بصي to a certain extent اقدر احترم ان هو تعب، فهو يستحق ان هو ياخد معامله معينه عشان هو بيتعب في شغله وفي الكونتنت بتاعه. في الاول وفي الاخر المهنه دي مهنه صعبه، مش مهنه سهله، مهنه واحد زي مهنه معتمده 100% على الدماغ، فاهمه؟ ف لحد معين، لكن لو زادت عن حدها بتبقى نوع من انواع، فاهمه؟ الاستغلال اللي هو، فاهمه؟ وبتبقى تشيب. والناس وقتها الناس بتلاحظ، يعني بحس ان الناس بقت دلوقتي اوير اكتر، بقت بتاخد بالها وبقت يعني، فلو زادت عن حدها ما بتبقاش لذيذه. يلا بينا بقى نروح لاخر فقره في البرنامج. يلا بينا. دلوقتي بتول الصغننه عندها 14 سنه هتفتح الباب وتيجي تقعد معانا هنا، هتقولي لها ايه؟ هحضنها. اوكي. وهقول لها كل حاجه عشانك، كل حاجه بعملها عشانك. وهقول لها ما تخافيش عشان هي بتخاف، فاقول لها ما تخافيش بس، واقول لها هعمل عشانك اي حاجه، يعني اي حاجه هعملها عشانك. بس هنقول لبتول الصغننه اللي احنا فخورين بيها، وان احنا مبسوطين قوي ان هي كانت معانا النهارده بجد والله. وثانك يو فور ذا امباكت، احنا كلنا بنحس بيه وبيبان ان انت فعلا يور ترو سيلف. شكرا. فالموضوع بيبقى حقيقي قوي وقريب لقلب الناس عشان انت بتتكلمي من جواكي. شكرا بجد. انت جميله، ما انت جميله والله يا ريهام. خلاص انا بتكسف بقى. خطيره شكرا والله. احنا مبسوطين قوي بالحلقه النهارده، وان شاء الله انت كمان تكوني اتبسطتي معانا. انبسطت جدا. كل سنه طيبه. وانت طيبه، وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا انتوا اتفرجتوا علينا وسمعتونا، وشكرا بجد يا ريهام على زي انترفيو الفيري عارفه ناتشرال كده، وتدخلي القلب، وانا ارتحت معاكي، واللي هو ما كنتش عارفه شايله هم الانرجي عشان ايه، انت طاقتك وصلاني من وانا طالعه. شكرا والله، ميرسي، انبسطنا قوي. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو، واكتبوا لنا في الكومنتس تتوقعوا مين الحلقه الجايه.